هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة بقى جايبه لكم ريفيو جديد عن منتج بقالي حوالي اسبوع او 10 ايام بجربه. قلت طبعا هجربه على وشي الاول واشوف نتيجته واجي اقول لكم عليه. المنتج ده هو سيرم ريتينول. انا دورت كتير جدا وصدقوني الترشيح اللي هقوله لكم دلوقتي مش ناتج عن اي اعلان ممول، ده اعلان عن تجربتي شخصية. طيب انا استخدمت ايه؟ انا استخدمت سيرم سيلت اللي هو ده بتاع الريتينول. بصراحة هتسألوني جبتيه ازاي او عرفتيه ازاي. هقول لكم ان انا قعدت سكرول كده وادور على ايه افضل سيرم ريتينول مصري ما يكونش مقاطعة، وطبعا يكون قريب في نتائجه للبراندات اللي هي المستوردة. اكيد يعني انا مش عايزة اجيب حاجة اي كلام وخلاص. فلقيت اعلى نسبة ريتينول موجودة في سيلت ده انا بريكومند ليكو عن تجربة شخصية. صدقوني شركة سيلت ما تعرفش اصلا عني ولا عن ان انا بعمل لها ريفيو ولا اي حاجة، انا بتكلم عن تجربة شخصية. طيب ليه سيرم ريتينول اصلا؟ لازم تدخلي سيرم ريتينول في روتينك من بعد سن ال30، علشان اولا تجددي خلايا البشرة، لان كمان مع سن ال30 احنا انتاج الكولاجين بيبدا يقل في بشرتنا، والالاستيك او المرونه بتبدا تقل كمان في بشرتنا، وده اللي بيخلي الظهور للتجاعيد او التصبغات، او ان يبقى في جلد ميت تحت البشره، تحت الجلد، فيعمل لي حبوب تحت الجلد. كل ده بقى الريتينول بيعمله، انه بيجدد لي الخلايا بتاعه الجلد بعمق، بيحفز انتاج الكولاجين، فبالتالي هيقلل لي علامات تقدم العمر، هيجدد لي الطبقه الخارجيه الموجوده على الجلد، فيشيل لي اي طبقات جلد ميته. ده هيديني تفتيح وهيديني شد، هيديني كده اضاءه وتنويره لبشرتي. طيب كمان ايه؟ كمان الريتينول ده مش عنصر الجسم بينتجه، دي حاجة هناخدها من بره. طب ليه انا اخترت ده بالذات؟ لان فيه نسبة ريتينول عالية جدا. وسيبكم من الريكومند بتاعي، خشوا على اكبر دكاترة الجلدية واسمعوا ريكومنديشن بتاعتهم على سيرامات الريتينول. هتلاقوا ان بيقولكوا سيلت. انا ما بنصحش طبعا بباقي حاجاتهم، يعني مثلا ما بقولكمش خدوا الهيالورونيك من عندهم او خدوا سيرم فيتامين سي من عندهم، لا 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 لا. هو افضل حاجه عاملينها لغايه دلوقتي عندهم كبراند سيلت، وحاجه مصريه، وسعره تقريبا انا جايباه في اوفر كده كان ب 200 جنيه، يعني هو تقريبا وصل ل 240. بس حقيقي العبوه بتفضل معاكي يمكن سنه واكتر، لان انت مش بتحتاجي غير نقطتين قد البسله او الحمص، نقطتين على بشرتك بتحطيه على بشرتك. طب بتستخدميه ازاي؟ بتبقي غاسله بشرتك كويس جدا، وبالغسول بتاعك اللي بيريحك او الصابونه او ايا كان انت الكلينزر اللي بتستخدميه عشان تنضفي بيه بشرتك. بعد كده بنبدا نستخدمه ان احنا نحط طبعا التونر بتاعنا بعد الغسول على طول. تونر انا زي ما قلت لكم في الفيديوهات بتاعتي، انا بستخدم ميه ورد ساقعه في التلاجة، بتعمل على قبض المسام. طيب بعديها بستخدم ده بالليل مش الصبح. واول ما تستخدميه زي ما انتم شايفين كده، عشان بقالي اسبوع بدا يطلع لي حبوب صغيره. الحبوب دي مش عشان اي حاجه، علشان بتطلع اي حبوب كانت محبوسه تحت الجلد وعامله لك حبوب صغننه تحت الجلد، دي تبدا تطلعها فوق على الوش. كده اعرفي ان انت شغاله صح. مش ترجعوا تقولوا لا انا بشرتي اتدمرت، انا حصل لي تهيج، لا 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 انا بشرتي دمر لي حاجز البشره. كل الناس اللي اتكلمت وقالت الموضوع ده استخدموه غلط. اولا استخدموا تركيزات عاليه واستخدموه كل يوم. لا، في البدايه انا بدخله بالتدريج. بدخله ازاي؟ بستخدمه اول اسبوع مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع بس. وبعمله معامله الساندوتش، اللي هو بحط كريم مرطب وبعد كده السيرم وبعد كده بحط الكريم المرطب بتاعي، فانا خففت اثره على بشرتي. هعمل كده لمده اسبوعين، كل اسبوع مرتين. يعني انا هستخدمه في اول اسبوعين 4 مرات، اول اسبوع مرتين، تاني اسبوع مرتين، من الاسبوع الثالث هستخدمه يوم ويوم، من الاسبوع الرابع انا بقول لك انطلقي واستخدميه كل يوم. هتلاقي تغيير جذري في بشرتك. المسام قفلت، هتلاقي، انا بتكلم على الريتينول ان جنرال بقى، مش بتكلم على المنتج ده بالذات. هتلاقي اي اسمرار في بشرتك راح،
اي بقع راحت، تصبغات راحت، في كده اضاءه وتنويره. هتلاحظي ان الخطوط اختفت بشكل ملحوظ جدا في بشرتك. هتبداي تلاقي انتاج الكولاجين بيبدا يعلى. هتلاقي كمان ان المسام قفلت. مفيش اي حبوب. قد تكون وشك فلتر، عارفه لما تحسي ان وشك فلتر؟ هو ده. انا حاليا بستخدمه زي ما قلت لكم بقالي بالظبط اسبوع. بدات اهي الحبوب تطلع، يعني دي مش من اول يوم، مع تاني استخدام لقيتها بدات تطلع على وشي كده، اللي هي الحبوب الصغننه دي. يبقى انا كده عرفت ان ايه، ان انا ماشيه صح، وان الريتينول ماشي صح في بشرتي. حقيقي بجد انا اكتشفت ان سيرم الريتينول من افضل السيرامات اللي ممكن تستخدميها لبشرتك، لان انا حسيت بنتائجه في المسام وفي التصبغات. انا كان عندي تصبغات كده حوالين بقي بدات تقل جامد. كل ده بصراحه من سيرم الريتينول. ليكوا حريه الاختيار سواء السيرم بتاع سيلت او اي سيرم تاني، بس انا بقول لكم طريقه استخدامه زي ما قلت لكم. اول اسبوع وتاني اسبوع طريقه الساندويتش، ان احنا بنحط كريم مرطب وبعد كده السيرم وبعد كده كريم مرطب، وبنحط نقطه صغننه جدا بنوزعها على بشرتنا كلها. من تالت اسبوع يوم ويوم، ومش لازم طريقه الساندويتش، حطيه بعد الغسول والتونر هو على طول، وبعد كده المرطب. من رابع اسبوع استعمليه كل يوم عادي جدا. مش بنطلع بيه في الشمس زيه زي سيرم الفيتامين سي، بنستخدمه بالليل بس. ليه؟ لان لو استخدمته الصبح وطلعت في الشمس، حتى لو مستخدمه واقي شمس سان بلوك، هيعمل لك اسمرار. يا رب يكون الفيديو وضح لكم كل النقط اللي انا عايزه اتكلم فيها عن سيرم الريتينول وفوائده وطريقه استخدامه. ان شاء الله هنزل لكم كمان طريقه عمل سيرم الفيتامين سي في البيت، زي ما نزلت لكم سيرم الهيالورونيك في البيت. ارجعوا للفيديو بتاع سيرم الهيالورونيك، وان شاء الله قريب جدا هنزل لكم كمان سيرم الفيتامين سي. بصراحه الريتينول الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش اعملها، هو موجود بس كحاجه نشربها، اللي هو عصير الجزر مع البنجر، بنضربهم مع بعض وبنشربهم مع برتقانيه، وممكن نقطه جنزبيل كده عشان تعلي القيمه الغذائيه. بيعمل ديتوكس للجسم وبيزود الريتينول في جسمك. هو ده يعني مصدر من مصادر الريتينول في الجسم. لكن لو عايزاه دايركت بقى على وشك، انا برشح لك ده حقيقي عن تجربه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون رديت على كل اسئله الريتينول، لان كذا حد كان داخلي في البرايفت بيسالني على سيرم الريتينول وازاي نستخدمه وازاي نتجنب التحسس والتهيج للبشره اللي بيحصل لما سمعنا عن سيرم الريتينول. باي باي، اشوفكم فيديو جديد.